شابلن والسينما المصرية. بكل تأكيد تأثرت واشتغلت السينما المصرية منذ بدايتها وحتى الآن. هم شافوا فيه مش بس المهرج، شافوا فيه اللي بيبص للدنيا حواليه بسخرية. أما في فيلم الفنان الكبير نور الشريف البحث عن سيد مرزوق فقد أبرزه المخرج داود عبد السيد ليضيف لون من المتعة داخل الفيلم. شارلي شابلن فنان فرض نفسه كفنان على معظم الأعمال القديمة والحديثة في السينما المصرية، وصولاً إلى المخرج شريف عرفة في استعراض البيانولا في فيلم سمع هس. وكذلك تأثر به المخرج سعيد حامد في فيلم رشة جريئة، والذي قدمه الفنان أشرف عبد الباقي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.